مجلس عزاء في بيت الأخ كرار الصالحي بصوت الشيخ حبيب الخفاجي. عشت بين الظنون وبين قطع الياس، والله عشت بين الظنون وبين قطع الياس، وتدري قلب الوالدة يمه ايش كثر حساس يا اي والله رجعت هاي المرأة رجعت يقول شوية تحرك الضعن وإذا بصوت آخر لمرأة أخرى تقول له يا حاد الضعن بالله عليك وني من هاي ربده يا حاد الضعن بالله عليك وني المردة حاج جاسم ابني والله ابني ما هو مهر الغالي المدلل تعبني رد علي البيت يبني قالت له شويه لحظات بس اشوفوا يد القاسم. قعدت يم القاسم لم يبلغ الحلم، كانت تتمنى يتزوج القاسم تشوف عرسه تفرح بيه تقول له يمه ولا مت ابى الله معاك عدله يمه يا الولد يا ابني أظل نعاياك عدلة ولا ميتة وجرح قلبي يا يمه ولا ميتة جهاز العرس يا ابني والله جهاز العرس يا ابني ولا ميتة وعزمت أحبابنا وكل الثري. يقول رجعت هاي المرأة سريعا وإذا بصوت من مرأة أخرى يا حاد الضعن ابن أردى ودعا من هاي والله ابن أردى ودعا وردة شبن أحرى وربعا عبد الله الرضيعة ثالثة قالت له لحظات يم الرضيع شنو؟ قالت له يمه وصلنا خبر. شنو هذا الخبر الواصله؟ قال له قالوا له على صدر حسين غافي يا بعد عمري الود دمعتك يمه قالوا لي على صدر حسين غافي يا بعد عمري. اسمع راح اجرحك يا بعد عمري ابي اكسر صدره تعال اطبع على صدري ابي اكسر صدره تعال اطبع على صدري يا الولد واذا بصوت من مرأة اخرى تقول له يا حاد الضعن عباس مر به الله والله يا حاد الضعن عباس مر بي ما هو خيب وجفيل وعتبي علي شلون امشي يا خويا وخلي عاتب العباس هنا بتعاتب العباس شو تقول له مراني الشمر عبدا على اخواني خويا الشمر عمدا على اخواني مراني ومرة يضرب اطفالي مراني صحيح الواقفة قبالك مراني لكن غيرت علي وعباس بي. لكن اكو صوت ما ننساه المن بنت الحسين السكينة شو تقول له يا حاد الضعن والله وين تردون يا حاد الضعن والله وين تردون وعن جدة ابونا لا ترحلون والله ترحلون ونمشوا يا الغرب ابدا ما يرضون